طب يا شباب، النهارده هتكلم عن الدي جي اي اوسمو بوكيت 3 بعد استخدام سنة، وهل الكاميرا دي تستاهل ان انت تشتريها في 2025 ولا لا؟ يعني احيانا الناس بتقارنها مثلا بالايفون، عندك برضو بيقارنوها بالاوسمو اكشن والجو برو، بس انا من رايي ان دي كاتيجوري لوحدها ومعموله مخصوص للفلوجات. اعتقد الكاميرا دي معظم صناع المحتوى اشتروها عشان الضجه والهايب الكتير اللي حصل لاخر سنه، وفي الاخر استخدموا برضو الايفون بدل ما يستخدموا الاوسمو بوكيت 3، لان الايفون طبعا اسهل في التصوير ومعاك طول الوقت، غير مثلا الاوسمو بوكيت 3 انت محتاج تظبط الجيمبل وتصور، بعد كده تنقل الصور الايفون وتعمل اديت مثلا على كاب كات، فدي يعني خطوات زياده. لكن لو انت عايز كاميرا لتصوير الفلوجات فطبعا الاوسمو بوكيت 3 هي افضل كاميرا. بس في نفس الوقت عندك برضو الاكشن كاميرا زي الجو برو والاوسمو اكشن 5 بديل تاني، ويمكن افضل في بعض الحاجات واسوأ في بعض الحاجات التانية. يعني الكواليتي في الاوسمو بوكيت 3 افضل بكتير من اي اكشن كاميرا، لكن في نفس الوقت انت لما بتصور بالجو برو او الاوسمو اكشن ضد المية يعني هتستحمل معاك في اي وقت. وعندنا يوتيوبرز او فلوجرز مشهورين زي احمد البدوي وابن حطوطه وغيره مازالوا برضو بيستخدموا الاكشن كاميراز، لان بتجيب زاويه كبيره جدا والناس تقدر تشوف ايه اللي وراك. لكن في الاوسمو بوكيت 3 الفوكس بيبقى عليك انت، لكن الباك جراوند بيبقى فيه بوكي افكت، بيبقى مزغلل شويه. فهي على حسب، عايز تصور فلوجات سينماتيك شويه، عايز تصور فلوجات فيها اكشن فايب كده شويه وكل اللي حواليك يبقى واضح، فدي برضو نظريه مختلفه. يعني انهي احسن وانهي بتشد انتباه المشاهد؟ ده اللي خلاني برضو افكر، طب هل انقل لحاجه زي الجو برو او الاوسمو اكشن 5 او 4؟ لان يعني برضو اسهل شويه في الاستخدام، انا مش محتاج امد دراعي بعيد قوي عشان اقدر اجيب صوره كامله، وفي نفس الوقت مش محتاج اتاكد لو انا في الفريم ولا مش في الفريم، واقدر الف الكاميرا واصور زي ما انا عايز. برغم ان في اف بي في مود في الاوسمو بوكيت 3، بس مش برضو زي الكاميرا العاديه، يعني بيبقى في شويه ديلي او تاخير للحركه اللي انت بتعملها. فانت لما بتصور بالاوسمو بوكيت 3 محتاج تعمل حساب حركه الكاميرا وازاي تصور، وكمان في نفس الوقت انت بتعمل فلوج، فده يعني محتاج ايه شويه مولتي تاسك. لكن في الاكشن كاميرا انت دوبك بتصور وانت متاكد ان انت الفريم مظبوط وكل حاجه واضحه حواليك. لكن هي الاوسمو بوكيت 3 محتاجه شويه ايه انتباه وانت بتصور، يعني لو فاهمين قصدي. انا عن نفسي لما باجي اصور بالاوسمو بوكيت 3 بعمل فيس ريكوجنيشن، فبيبقى في فيس تراك عليا انا، وبصور اف بي في مود، لان لو بتصور في الجيمبال مود او اللي هو الفولو مود بيبقى بطيء جدا، وبتحس كده كاميرا بطيئه معاك، مش مستوعبه الحركه السريعه اللي انت هتعملها. برضو في نفس الوقت نقطه عايز اتكلم عليها اللي بيخليني افكر اشتري كاميرا اكشن، الزاويه بتاعت العدسه ممكن كانت تبقى اوسع شويه. في طبعا وايد انجل لينس ممكن واحد يركبها، لكن ما ينفعش تقفل الكاميرا والعدسه متركبه، فده برضو شيء يعني هتستهلك بطاريه اكتر والكاميرا تفضل شغاله معاك، او تفضل تركب وتشيل ممكن تضيع منك، او ممكن مثلا التراب يخش وتصور فيديو في الاخر تلاقي ان الصوره مش نقيه. ففي كده ايه حاجات بسيطه تخليك تفكر هل الاوسمو بوكيت 3 فعلا هي افضل كاميرا للفلوجينج ولا لا. يعني هي كويسه جدا بالليل، لو هتصور في اي وقت الكواليتي هيطلع معاك حلو جدا. فعشان كده انا شايف برضو ان الاوسمو بوكيت 3 ليها استخدامها باستخدام معين. لو انت بتعمل فلوجات وفيها اكشن جامد، اكيد طبعا الاكشن كاميراز افضل ليك، يعني ضد الميه وضد الكسر وضد كل حاجه. لكن الاوسمو بوكيت 3 تحس كده ان هي ضعيفه شويه، تخاف تقع منك تتكسر الجيمبل يبوظ بتاع. نيجي بقى للايفون، لو هنقارن بالايفون برضو ايفون لاستخدامه اسهل جدا في التصوير. يعني انا اخر مره سافرت مصر وكده الايفون معايا على طول، مش محتاج اشغل بالي او اخد الكاميرا معايا وتشد الانتباه الكاميرا دي انت بتصور ايه. فالايفون برضو ليه استخدامه وبيناسب كل حاجه. فعيب الايفون بس ان انت ما بتشوفش نفسك وانت بتصور، ودي الميزه اللي موجوده في الاوسمو بوكيت 3 مش موجوده يعني في ايفون. برضو جو برو بتبقى شاشه صغيره جدا، بس يعني هي حسبه كده، انت بقى على حسب عايز سينماتيك فلوجينج، عايز اكشن فلوجينج، عايز برضو تصور بالايفون موجود، بس هتستهلك بطاريه جامده في الايفون. هنا مش محتاج تشغل بالك، بتصور بالكاميرا ومعاك الايفون في نفس الوقت كاحتياط. في بقى نقطه عايز اتكلم عنها وانا شايفها برضو مشكله لحد دلوقتي النهارده في 2025. احنا عايزين كاميرا اصور واقدر اخلي الفيديو لاندسكيب او فيرتيكال. يعني احنا عندنا نوعين من المحتوى، الاسبكت ريشيو في اليوتيوب اللي هو اللاندسكيب، والتيك توك والانستجرام ريلز.
عندنا الفيديو المطول، فده برضو شيء مستفز. يعني انا اصور بالاوسمو بوكيت فيديو لاندسكيب، ولما اجي اعمل كروب فيديو للريل او تيك توك الاقي ان الفريم مش مكفي الشخص اللي بيصور. فمن هنا برضو الاكشن كاميراز بتبقى مناسبه في الحته دي، لان العدسه بتاعتها واسعه جدا. فانت لو صورت لاندسكيب وعملت كروب لفيرتيكال بيبقى يعني ايه مكفيك شويه. لكن انا اتمنى برضو ان يدونا سنسور مربع يكفينا لاندسكيب، يكفينا فيرتيكال 4K، يعني ده يبقى شيء جميل جدا. واعتقد اقرب حاجه ممكن تدينا الامكانيه دي في التصوير هي الانستا 360 اكس 5 الجديد اعتقد. فالكاميرا دي بفكر فعلا اجيبها واجربها واشوف هل فعلا تقدر تبقى بديل للاوسمو بوكيت 3 والاكشن كاميراس والايفون كلهم مع بعض ولا لا. لان لو فكرنا كده، يعني انت بتصور 360 درجة 8K ولا 6K ومش محتاج تفكر، اعمل الايديت بعدين وظبط الفريم زي ما انت عايز. انا في بالي الكاميرا الخيالية مثلا كاميرا زي الاوسمو بوكيت 3 كده، فيها بيلت ان مايك احسن بكتير ضد الرياح، والووتر ريسيستنت اكتر، سنسور مربع، وكمان ادجستبل ابيتشر. فانا لو عايز خلفية واضحة اضيق العدسة شوية، ولو عايز خلفية مزغللة وفيها بوجة كده تبقى سينيماتيك اوسع العدسة. ويعني ايه يبقى فيه كذا اختيار. عندي برضو امنيه الاوسمو بوكيت 4 ان يبقى فيها عدستين، عدسه زوم وعدسه وايد انجل. يعني هم مؤخرا في اخر سوفت وير حطوا امكانيه ان انت ممكن تعمل زوم مرتين 2x وتبقى الجوده حلوه، لكن برضو مش بنفس جوده الايفون لو هتعمل 3x اوبتيكال زوم او 5x اوبتيكال زوم. فبرضو الايفون مع الواحد اللي عايز يصور بعيد، عايز تصور فيرتيكال، فبرضو الايفون ليه استخدامه حتى وانت بتستخدم الاوسمو بوكيت 3 لو عايز تصور بعيد. بس يا جماعه، وده كان زي ما تقولوا كده دردشه وافكاري عن الاوسمو بوكيت 3 بعد استخدام سنه. يعني الكاميرا دي انا مبسوط بيها، يعني كاميرا بتصور فلوجات حلوه، بفكر استمر في استخدامها، خاصة كمان مع الدي جي اي ميني الجديد اللي انا جبته. هعمل عليه برضو ريفيو لوحده. مايك حلو جدا ومناسب للكاميرا دي. عندكم اي اسئله اكتبولي في الكومنتات. انا عارف توهتكم شويه في الفيديو ده، بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.